السلام عليكم أحبتي مجددا ضمن قناتكم قناة أكاديمية التغريد. دائما مع أخوكم هواري عبد القادر، فتحية لكم من ولاية تيارت دائرة مهدية. اليوم حبيت ندير هذا الفيديو للتوضيح في مسألة المخرج تريفاتيس تشاو تشاو، وذلك تلبية لطلب الأخ رفيق ومن أجل استبيان بعض الأمور. كنت نتحدث أنا والأخ رفيق في هذا الموضوع، فحبيت ندير الفيديو لنبين للمبتدئ ونوضح بعض الأمور فيما يخص هذا المخرج. دائما تحدثنا على المخارج، لطالما تحدثنا أنه كل منطقة أو سكتير يكون له مخرج يكون مصنف ضمن السكتير هذاك ولا المنطقة الخاصة به. وكي نقولوا مخرج معناتها لا صورتي، حتى وما ذكرناش تكون من عائلة التيواواطي أو أخواتها التبتباتي، ولكن كاين مخرج اللي نقولوا عليه الإيست تشاو تشاو، وهو مصنف في عدة تغاريد، منها تغريد بني مسوس ديال إبراهيم لافلور، ومنها أيضا تغريد دار ضياف اللي حطوا خونا سفيان. بالمناسبة تحية لخونا سفيان، وتحية كذلك لحكيم لاسورس، نقول له لك كل تحية والاحترام، خاصة بعد المداخلة الأخيرة تاعك في بعد ما درت أنا درس تاع الواطي واطا. وفي الحقيقة حكيم لاسورس أعطانا بعض الأمور وبعض التوضيحات حول المخرج الخاص بالواطي واطا. نقول له الأخ حكيم بارك الله فيك وشكرا لك على المداخلة تاعك. نرجع للتريفات إيست تشاو تشاو، والمطلق عليها احنا يقولوا لها جماعة يقولوا عليها باساج روسونيول. كاين بزاف ناس تعتقد أن هذا المخرج، ولكن نوضحوا المقنين يخدم تريفات إيست تشاو تشاو ومن بعد يحط المخرج تاعو، معناتها تريفات إيست تشاو تشاو بطبيعة الحال هو مخرج، ولكن المخرج الصحيح المصنف على أنه كما يقول لك مخرج الصحيح هو المخرج اللي يحطوا المقنين بعد تريفات إيست تشاو تشاو، هو في الغالب يكون غالوباج، يحط الغالوبي تاعو بعد تريفات إيست تشاو تشاو. ولكن المقنين يعشق في هذيك الخدمة ويخرج بها بزاف، صنفوها له كمخرج للتصحيح. مش معناتها المقنين هذا ما عندوش لا صورتي، لا، هذا المقنين يخرج يدير تريفات إيست تشاو تشاو يعشقها، صنفوها له كمخرج، ومن بعد تريفات إيست تشاو تشاو يحط لا صورتي تاعو اللي قلنا عليها في الغالب هي تكون غالوباج. نروحوا نشوفوا تطبيقيا الخدمة هذه كيفاش تخدم في إحدى التغاريد المصنفة، التغاريد الجزائرية المصنفة. روحوا نشوفوا تطبيقيا. نشوفوا في نبدأ بالتغاريد الاستكشاف التغاريد الجزائرية. قبل ما يبدأ التغريد، هذا تغريد خاص بديار ضياف. هي واضح يحط الرول مود تاعو ويدير لامونتي مانيير قالوب معروفة تريفات هيس تشو 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 تشو. هنا راه يخدمها بالأداء المارطوني، اسمعها أو اسمعها. علاش يقولوا باساج روسونيول؟ بطبيعة الحال الهيس ولا الإيس هو قفل خاص بالعندلي، والتشو تشو تعتبر ضمن الخدمات ولا الخدمات اللي يخدمهم روسونيول. معظم الجماعة اللي يبغوا يتكلموا عليه يقول لك تريفات على تشو تشو، كلمة أيضا صحيحة، وتختلف الخدمة هذه من مقنين إلى آخر، حتى في الأداء الخاص بالتشو تشو التي تعتبر هي نقطة ضمن الباسادات. كل مقنين كيفاش يخدمها، كل يخدمها بالأداء المارطوني كما نقولوا احنا، يخدمها بالأداء المارطوني،
وكان اللي يخدمها بالأداء العادي. وأيضا القفل كان اللي يخدمو هيس، كان اللي يبالغ فيه يخدمو هيس، كان اللي يخدم لامونتي ويضيف الإيس، تبالك بلي راه خدم مونتي بالصيحة ويضيف هذيك تشاو تشاو. كان اللي ما يحطش لامونتي، كان اللي يخدم بورويس تشاو تشاو. كاين كل مقنين كيفاش يخدم الخدمة تاعو، ولكن الأصح والخدمة المتقونة والمصنفة ضمن المخارج ضمن التقاليد الجزائرية هي تريفت إيس تشاو تشاو. ثم يحط المخرج تاعو اللي قلنا في الغالب تاعو يكون غالوبي، يحط هذاك الغالوباج تاعو باش تكون خدمة كاملة وبكل إتقان. نزيدو نشوفوا خدمة تقريبا مشابهة في خلوي. هنا راه يخدم صفارة فان اللي تعتبر هي من النقاط الرول ذات الأداء الاستمراري. وهنا واش خدم لامونتي إيس تشاو تشاو. عاود سمع تشوف. لامونتي اللي راح يحطها هنا مانيير غالوبيس تشاو تشاو. هنا تقريبا خدمها كما نقولوا حنا خدمها تقريبا مونتي صيحة تشاو تشاو، ولكن هي في الأصل قلنا كل مقنين كيفاش يخدم ولا عنده الأداء الخاص به. إلى هنا أقول لكم شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى درس جديد إن شاء الله، وبارك الله فيكم.